قلت له ورب الكعبة لو كثر ما حاولت الفراق قلبي ما يقوى. تبقى أنت في حياتي أحلى حب وأحلى عشرة. يخرب بيتك، أنت اللي علمتني أحب، علمتني أغار، علمتني أشتاق، علمتني أبتسم ابتسامة حق شاشة التليفون، علمتني أعيش شعور الأهبل بالحب هذا اللي قاعد تسوي مينون عمي إي كله. تخيل أن حتى أنت اللي علمتني معاناة الفراق، علمتني معاناة الوله بالفراق، وعلمتني الصبر، وعلمتني المقولة اللي دائما أقراها مكتوبة بكل مكان، بتويتر، بانستغرام، ببرودكاستات، تندز بكل مكان. الشيء إذا تبي تتأكد إذا هو ملكك ولا لا تركه. إذا رجع لك فهو من نصيبك، وإذا ما رجع لك فهو ما كان لك من الأساس. صح قريناها وايد وسمعناها وايد. أنا اللي من نصيبك، وأنا اللي رجعت لك، وأنا اللي بقول لك أنا ملكك، عشان تعرف أنه من الأساس هذاك الفراق